في العناوين: سفيان رحيمي، إنجازات غير مسبوقة في موسم واحد. أول تعليق لنصير مزراوي: بعد انتقاله لمانشستر يونايتد، ياسين بونو يقود الهلال لبلوغ نهائي السوبر السعودي. نترككم مع التفاصيل. سفيان رحيمي، اللاعب المغربي الشاب، يقدم أداء استثنائيا حطم كل التوقعات. بعد انتقاله إلى نادي العين الإماراتي، بات رحيمي حديث الساعة في عالم كرة القدم، محققا إنجازات غير مسبوقة في مسيرته القصيرة. تألق مبهر في أصعب المسابقات في موسم واحد فقط. تمكن رحيمي من تحقيق ما عجز عنه كبار النجوم مثل ميسي ورونالدو. فبعد أن قاد المنتخب المغربي الأولمبي لتحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس وتوج بلقب هداف البطولة، انتقل رحيمي إلى الأندية، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا، وحصد لقب الهداف وأفضل لاعب في البطولة. أرقام قياسية وجوائز متتالية. لم يتوقف تألق سفيان الرحيمي عند هذا الحد، بل واصل حصد الجوائز والألقاب محليا، حيث توج بلقب هداف الدوري الإماراتي وأفضل لاعب في البطولة وأفضل محترف. وبفضل هذا الإنجاز التاريخي، أصبح رحيمي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الأفريقية. مستقبل واعد مع كل هذه الإنجازات. يتوقع الخبراء أن يكون لسفيان رحيمي مستقبل واعد في عالم كرة القدم، فبمهاراته العالية وشخصيته القوية وعزيمته التي لا تلين، أثبت رحيمي أنه لاعب استثنائي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات. ختاما، يمكن القول إن سفيان رحيمي هو واحد من أبرز النجوم الصاعدين في كرة القدم العالمية، وقد أثبت للعالم أنه يستحق كل التقدير والإشادة. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقده رسميا مع الدولي المغربي نصير مزراوي، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني. ووقع اللاعب على عقد يمتد ل4 سنوات. وعبر مزراوي عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر، مؤكدا أنه يتطلع بشدة لخوض أولى مبارياته على ملعب أولد ترافورد. وأشاد اللاعب بالمدرب إريك تين هاغ، معربا عن إعجابه الكبير به وبأسلوبه التدريبي، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على تحقيق النجاح. في مباراة مثيرة شهدتها مدينة الرياض، تمكن فريق الهلال من قلب الطاولة على غريمه التقليدي الأهلي، ليحجز مقعده في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله خلال الوقت الأصلي، حيث سجل روبرتو فيرمينو للأهلي قبل أن يدرك ألكسندر متروفيتش التعادل للهلال في الدقيقة الأخيرة. وشهدت ضربات الترجيح تألقا لافتا للحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لركلة جزاء ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-1. وبهذه النتيجة يلتقي الهلال في المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل مع الفائز من مباراة التعاون.